في صدمة لمحبي أفلام الأكشن، أعلنت أسرة الممثل الأمريكي بروس ويلس بطل سلسلة أفلام داي هارد إنه هيعتزل بسبب إصابته بمرض الأفيزيا أو الحبسة الكلامية. من أهم قدرات الإنسان قدرته على الكلام، اللي هو وظيفة أو سلوك هدفه إنه هو ينقل المعارف للغير والتأثير عليهم عن طريق الرموز اللي ممكن تكون كلمات أو رموز رياضية أو إشارات أو نغمات أو إيماءات. وبالإضافة إلى أن الكلام وسيلة اتصال بين الفرد وغيره، فإن له علاقة كبيرة بالعمليات العقلية والفكرية والسلوكية. وكلمة أفيزيا مصطلح يوناني مكون من مقطعين، الأول هو إيه ومعناه خلو، والمقطع الثاني هو فيزيس ومعناه كلام. يبقى كلمة أفيزيا معناها خلو أو احتباس الكلام، اللي هو عدم القدرة على أن الواحد يؤدي أصوات الكلام بشكل سليم نتيجة الاضطراب في الجهاز الحركي، وده بيعمل خلل في التناسق بين عضلات جهاز النطق. والأفيزيا مش مجرد انعدام القدرة على النطق أو إخراج الصوت، لكنها تعطل في الوظيفة الكلامية من حيث قدرة الواحد على الإدراك الصوتي. ونتيجة للدراسات التشريحية اتصنفت الأفيزيا إلى حركية وحسية ونسيانية وكلية، وأفيزيا القدرة على التعبير الكتابي. الأفيزيا الحركية بتتسمى بأفيزيا بروكا نسبة للجراح الفرنسي بوليس بروكا، وبرضه بتتسمى بالأفيزيا اللفظية أو الشفوية، لأن بروكا لقى عند بعض مرضاه معاناتهم من الاحتباس في الكلام وعدم القدرة على الكلام بصوت مسموع، وبرضه عدم القدرة على القراءة بصوت مسموع أو إعادة الكلمات المسموعة من غير ما يكونوا في ظاهرة مرضية كلامية تانية. والدراسات التشريحية بتقول إن أفيزيا بروكا نتيجة لجلطة في الفرع العلوي للشريان المخ الأمامي الأيسر أثرت على الجزء الجبهي والجداري الأمامي من المخ، وبرضه ممكن تكون نتيجة لنزيف كبير في الشريان اللحائي أو ورم في الفص الجبهي. الأفيزيا الحسية بتتسمى بأفيزيا فيرنيك، لأن العالم فيرنيك وصل للشكل ده من الأفيزيا نتيجة للأبحاث التشريحية اللي قام بيها، وبتتسمى برضه بمتلازمة ما خلف شق سيلفيوس. وافترض إن ده نتيجة لإصابة أو تلف في الجزء ده من الدماغ، عمل تلف في الخلايا العصبية المسؤولة عن تكوين الصور السمعية للكلمات أو الأصوات، وسببت الصمم الكلام. باختصار، الأفيزيا الحسية هنا إن المريض بيفقد قدرته على فهم الكلام المسموع، وفي الحالات دي بيكون المصاب عاجز عن الاتصال الاجتماعي وعن التفاعل النفسي مع الغير. الأفيزيا النسيانية أهم عرض فيها عدم قدرة المريض إنه يفتكر أسامي الحاجات أو المواقف أو الصفات أو العلاقات، وبيضطر إنه يبطل كلام لحد ما يلاقي الكلمات المناسبة. وبتاخد استجابات المريض الكلامية كذا صورة، ففي الحالات الخفيفة ممكن المريض يعرف أسامي بعض الحاجات المعروفة، لكن يبقى مش قادر يقول أسماء الحاجات الأقل شهرة. وبيفضل المريض قادر إنه يستعمل الحاجة ويعرفها لو شافها أو سمع اسمها، فلو ادينا المريض قلم وسألناه عن اسمه مش هيقدر يفتكر كلمة قلم، لكن هيكون عارف إنه بيستعمله في الكتابة. الأفيزيا الكلية دي من الحالات النادرة، وفيها بيكون المريض بيعاني من أفيزيا حركية مع حسية ونسيانية مع عجز جزئي في القدرة على الكتابة. والنوع ده بيحصل بسبب إصابة المخ بجلطة دموية خلت فيه انسداد في الشريان والأوعية المغذية للمخ والألياف العصبية اللي جاية من المراكز العليا للحركة بالفص الجبهي ورايحة للإيدين والرجلين والأطراف وأعضاء النطق. الأفيزيا الكتابية فيها بتكون معظم الحالات عندها عجز في الكتابة، رغم إنه ممكن تكون إيد المصابين سليمة لكنهم بيكونوا مش قادرين على الكتابة. وفي بعض الحالات بيكون المريض فاهم الكلام المسموع ويقدر ينطقه، لكن بيكون مش قادر يكتبه أو بيكتبه بشكل غلط. وبالنسبة لعلاج الأفيزيا بكل أشكالها، فمفيش طريقة ثابتة للعلاج عشان اختلاف الحالات والأعراض والأسباب، لكن بتتعالج عادة بالاعتماد على التدريب الكلامي من جديد، وبيكون المريض زيه زي الأطفال اللي بيتعلموا الكلام من أول وجديد.